طبعا موعدنا الكبير جدا جدا على مباراة السيمي فاينل، مباراة الدور قبل النهائي اللي كل جماهير النادي الاهلي بتنتظرها من سنوات كتيرة جدا جدا. ازاي توصل للفاينل عشان تلعب ريال مدريد؟ فرصة لن تتكرر مرة تانية بالنسبة للنادي الاهلي بالشكل ده، وبالتالي على الجميع الحذر والتركيز والأداء داخل الملعب بشكل فني جيد جدا، أقول أكتر بممتاز كمان. مطلوب من مارسيل كولر فكرة تشكيل، اختيار أفضل العناصر بما يتناسب مع أسلوب باتشوكا. شفنا مع بوتافوجو الراجل موزع المباراة بشكل ممتاز جدا جدا، وخاصة الشوط الأول اللي خرج منه بدون أهداف. وفي الشوط الثاني اعتمد على الإرهاق البدني الكبير اللي كان فيه بوتافوجو، ولعب على الهجمات المرتدة وخاصة على طرفين الملعب. لأن بنتكلم على أسامة الإدريسي، واحد من أهم لعيبة أسامة إدريسي، واحد من أهم لعيبة فرقة باتشوكا المغربي، وكمان جونزاليس. 4-2-3-1 ممكن تبقى 4-5-1، لأن الطرفين عندهم أدوار دفاعية، خصوصا أسامة إدريسي وكمان جونزاليس. راس الحربة ريندون بطيء ولكن في الكرات الثابتة ممتاز. الفرقة مقاومتها الفنية على المستوى البدني معدل أعمار سنية صغير، باستثناء لاعب اثنين أو ثلاثة 33 سنة 34 سنة، ولكن الباقي كله 21 22 24، وبالتالي بتتكلم على مجموعة لعيبة عندها معدل بدني جيد جدا. صحيح هم في الدوري المكسيكي ماشيين وحش قوي، ولكن مع الميدا المدير الفني اللي تولى الإدارة من 3 4 سنين قدروا يكسبوا بطولة الدوري 2023، قدروا كمان يكسبوا بطولة شمال أمريكا برضو 2024، ووصلوا للسيمي فاينال على حساب بوتافوجو أحد المرشحين الكبار للعب مباراة النهائية من ريال مدريد. فرقة زي ما قلت عندها اتنين قلبين دفاع، مونكولينا اللي هو ميكولين الإكوادور، وكمان على باريتو اللي هو لعيب قلب الدفاع. الاتنين جيدين ولكن عندهم بطء شوية، وده يستلزم من النادي الأهلي السرعة. أنا وجهة نظري ما نبدأش بالتزام، ما نبدأش بحذر. أنا وجهة نظري الحذر بمعنى لا، الحذر موجود في الملعب، ولكن اضغط في أول نص ساعة نظرا لقلة خبرة بعض اللعيبة بالنسبة لباتشوكا، مع عدم إتاحة الفرصة في الهجمات المرتدة لجونزاليس أو باوتيستا وكمان أسامة إدريسي. أنا مع حسين الشحات على الجبهة اليمنى، لأن اللاعب 34 سنة يمكن أكبرهم سنا مع ريندون، وده طبعا ممكن يكون نقطة إيجابية اللي هو رودريجوز، ده ممكن تشتغل عليه بشكل جيد. الجبهة اليسرى اللي فيها جونزاليس هتحتاج من طاهر محمد طاهر تأمين دفاعي مع أكرم، وأنا مع أكرم إنه يلعب مش عمر كمال عبد الواحد، بمعنى الشناوي أكرم ياسر رامي يحيى عطية الله. ثلاثة في نص الملعب، كوكا لأنه سريع يتناسب مع الاثنين لعيبة نص الملعب، إذا كان بيريرا أو مونتيل. الاثنين لعيبة فكاكين كورة سرعة جدا جدا، منهم مونتيل بيزيد كتير في الشكل الهجومي، وبالتالي محتاجين مروان عطية يكون على الدايرة مع مساعدة من إمام عاشور لو موجود إمام عاشور مع كوكا. ولكن أنا برضو شايف إن إمام ما عندوش التركيز الكبير، شايف إن الفرصة في الشوط الأول أو 60 دقيقة محتاجة قفش كصناعة لعب، إنه يحرك وسام كتير جدا، إنه يحرك حسين الشحات، إنه يحرك طاهر محمد طاهر. الأهلي بيلعب 4-3-3 بإمام عاشور وكوكا وكمان مروان، ولكن انا شايف ان ممكن تتحول ل 4-2-3-1 افضل للاهلي في بعض الاوقات، وخاصه على قلبين الدفاع اللي هم قلت باريتو وكمان ميكولينا. ليه؟ لانهم عندهم بطء نسبي، وده يمكن ما ظهرش في المباراه الاولى، لان فريق بوتافوجو كان جاي مرهق بدنيا. علشان كده مطلوب من وسام الحركه ما بين قلبين الدفاع، مطلوب من حسين الشحات الشغل اكتر على رودريجيز مع الناحيه الجماعيه، مطلوب من طاهر محمد طاهر اللعب على جونزاليس كباك ليفت، لانه من اسرع اللعيبه وممكن يشتغل يعمل جبهه كويسه جدا مع اسامه ادريسي. فرقه باتشوكا زي ما قلت 4-2-3-1، التامين عندهم كويس، الارتداد الدفاعي يعني الى حد ما ممكن يسيب ثغرات خاصه طرفين اللي هو اسامه ادريسي ممكن يتلعب عليه في الجبهه اليمنى بتاعتهم.
بيملوا نص الملعب، بيلعبوا على الدايره تحت الدايره، بيلعبوا على تحت الدايره كلهم على الكره الواحده. ولكن في النهايه الاهلي عنده الحلول بتاعته. قلت ان نص ساعه الاولى وجهه نظري لازم الاهلي ينزل ضاغط على الاقل، يعمل هدف يريح، يفتح سكه كبيره جدا لفرقه باتشوكا، وممكن تدي مساحه كويسه بالنسبه للنادي الاهلي. 4-3-3 4-2-3-1. انا مع اكرم، انا مع قفشه، ولكن في النهايه مارسيل كولر هو اللي عارف لعيبته، وهو اللي عارف تدريبه، وهو اللي عارف الامكانيات. قراءته للخصم بتكون بشكل جيد جدا، ولكن حذاري من فرقه الشوط الثاني بتظهر امكانيات وعندها دكه بدلاء. ريندون راس الحربه كبير في السن وتقيل، ولكن الكرات الثابته هم اصحاب قدم ممتازه في التسديد من غير خط 18. علشان كده حذاري على الشناوي وعلى قلبين الدفاع، وده دور كوكا لو هيلعب، وكمان اكرم لو يكون في نص الملعب، ومروان عطيه واي لاعب ثالث لو يبقى معشور. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي باذن الله. جمهور الاهلي ينتظر الفاينل يوم 18 امام ريال مدريد. تحياتي والى اللقاء.